السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بونجور يا كيوتات. اليوم بدنا نعمل وصفة جدا سهلة وزاكية، مرة طيبة. أوكي، بدنا نجيب مكعبات بصل، بدنا نجيب مكعبات دجاج، بنحصهم بنشوحهم، بدنا نحط قرفة وورق غار وهيل، بدنا نحط ماجي وفلفل وملح، ونحط مكعبات الدجاج بنشوحها كتير منيح وبنخليها تتشوح، بعدين بنضيف عليها كاستين مية بنخليها تستوي. هون جبنا رز، معلقة سمنة أو زيت، بنحط فيه كمان ورق غار وهيل وقرفة مثل ما أنا معودتكم. بعدين بنضيف الرز، بعدين بنشوحه في الزيت والمنكهات شوي، بعدين بنضيف المي. بنسوي رز عادي جدا، رز أبيض. أوكي، هون حطينا ريحان وروزماري المتوفر عندك. هلا هي ما فيها فلفل ملون ولا فلفل رومي، بس هذا اختياري، كان عندي حطيته. كيفك؟ مشروم، اوكي ضروري مشروم بنضيف. هذا يا بنات اسمه دجاج بالكريمة والرز الابيض. اوكي هون استوت معنا. هون ضفنا، انا بحب دايما الوايت صوص شوية تقيل، فحطيت هون معلقتين نشا بمية او معلقتين طحين بمية وبدي فيهم. اوكي، مشان يتقل معنا القوام. هون انا ما عندي جبنة هيك، فحطيت جبنة كاسات كمان، هاي اختياري. حطيت جبنة كريمي، جبنة كاسات حطيت معلقتين، بعدين هم ضفت كمان مية. اذا ما عندك جبنة ممكن فيك تحطي قشطة شوي. كل هاي القصص بتخلي الكريمة او البشاميل او القصص هاي بتخليها قوام اتقل وبتخليها غنية ودسمة، فبتطلع أزكى. اوكي، هون كمان ضفنا كريمة. هون رددت كمان ضفت كريمة مرة تاني. والقوام اللي انتي حبتيه، حبها تقيل حبها خفيف كيف ما بدك. اذا حبيتيه تقيل وما تقيل معك بترجعي تضيفي معلقة نشا مية او معلقة طحين بمي بتضيفيها على الخليط. اوكي، هون خلص استوى معنا وكل شيء بقى تمام. بقى دجاج بالكريمة والمشروم. اوكي، ضفت هون انا معلقتين بقدونس، معلقتين بقدونس وكزبرة خضراء. اوكي، اي اشي منكهات بيعطي الكريمة والقصص هاي نكهة طيبة وزاكي. اوكي، هون الرز شايفين كيف معنا مفلفل بشاهي. هون الرز جهز معنا، صبناه بهذا الشكل. اوكي، شايفين الرز كيف بشاهي. فيكي كمان تحطي فيه فحم، كمان اختياري، بطلع مرة بشاهي الرز هذا اللي بالفحم. بتقدر تسوي جنبه اي شي عادي، دجاج مشوي، مشويات، اي شي، دجاج بالكريمة، سمك. كمان الرز اللي بفحم بيطلع يعني مرة طيب جنب الصيادية والسمك والقصص هاي، بيطلع مرة طيب الرز اللي بالفحم. اوكي، بيكون منكه بالفحم. هون الرز جاهز معنا، سكبناه. هون جهزت معنا الدجاج. اوكي، سكبناه بهذا الشكل. شايفين بتشاهي الالوان كمان هاي طلعت مرة حلوة وطعمه مرة طيب. هون سكبناه في الصحن بهذا الشكل، وهون الدجاج، وضفنا فوقه دبل كريمة اللي بتحب. هيك صارت وصفتنا جاهزة. هاي طبخة ال10 دقايق للمستعجلين أو متأخرين أو هيك. المواصفات بتجنن. بتمنى تكون وصفة عجبتكم. اعملوا لايك وشير. كنتم مع روبي محمد.